كلنا لما بنلاقي حد كبير في السن ويكون ضعيف مش قادر حتى يخدم نفسه بيصعب علينا، حتى لو كان مش من قرايبنا. ولما نلاقي ما عندهوش ولاد بيخدموه ونسأله نعرف إن ولاده عاقوه ما جوش يخدموه، وبنعتبر إن الولاد دي ما طمرش فيها التربية والعشرة والسنين، ونقعد ندعي ربنا إن ربنا يكفينا شر عقوق الأبناء. لكن إحنا ما سألناش نفسنا ولا مرة، هل كل الولاد اللي كان عندهم عقوق تجاه أهاليهم كان فعلا هم السبب، ولا الأهالي عملت حاجة وصلتهم لكده؟ حد سأل نفسه أنا كنت بعامل ولادي إزاي؟ هل في واحدة سألت نفسها أنا عملت إيه مع ابني، ولا أهملته، ولا شفت نفسي، ولا رميته؟ إحنا كلنا محتاجين نقف وقفة مع نفسنا عشان نعرف الحق فين. أهلا وسهلا بحضراتكم مع حلقة جديدة من برنامج أسرار شخصية، والنهاردة بنتكلم في عقوق الأبناء. يا ترى الآباء دي قامت بدور فعلا مع أولادها؟ عملوا كل اللي عليهم وكانت النتيجة إنهم اتكافئوا بالعقوق، ولا الآباء أهملوا وتخلوا عن رسالتهم وعن ولادهم فكانت دي النتيجة؟ احنا بقينا نشوف قصص غريبة قوي عن عقوق الأبناء. مش هنقول دايما ان الاباء قصروا، طبعا هم اللي قصروا، ده اكيد لا، وحتى لو كان قصروا ما هو احنا برضو بالوالدين احسانا، يعني احنا برضو بندي الاهل عذر، بس لان ياما ناس برضو عملوا اللي عليهم وطلع لهم ولد وبنت مخالفين للطبيعة. لكن في ناس قصرت زي ما في ناس دلعت، وفي ناس كانت هي السبب ان العيال بعدوا عنهم. خلينا نشوف دلوقتي أول قصة معانا النهاردة. نشوف كده مين معانا، اتفضلي. أنا أمي وأبويا انفصلوا وكنا 3 إخوات. وقتها بابا قرر ياخدني أنا وأختي معاه ويسيب أخويا الصغير مع ماما. بس بابا وقتها كان عنيف جدا معانا وكان بيضربنا كتير. بعد كده ماما اتجوزت وأخويا كان لسه عايش معاها، بس لما كنا بنتصل بيها عشان نشوفها كانت تقول هكلمكم بعدين، وبعديها هتغير رقمها وما نعرفش نوصلها تاني. طبعا احنا كنا بقى نهرب من البيت، نسيب بيت ابويا كل شوية بسبب كرهه لينا ومعاملته الوحشة. شوية نروح عند جدي وشوية نعيش عند عمتي، وبقيت اشتغل واصرف على نفسي لغاية ما في يوم ابويا طردنا انا واختي من البيت وقال لنا مش عايز اشوف وشكم تاني، وبقينا في الشارع حرفيا. قررنا نعتمد على نفسنا وكأن ملناش اهل. طبعا ولاد الحلال ساعدونا نأجر مكان بسيط نعيش فيه، وبقيت بشتغل واصرف عليا أنا وأختي، وهي كمان اشتغلت شغلانة بسيطة، بس عشنا مستورين ومرتاحين بعيد عن أب مفتري وأم ما عندهاش قلب. وقررنا إننا نتبرى منهم ومهما حصل عمرنا ما هنعبرهم ولا كأنهم كانوا في حياتنا. بعد شوية عرفت إن والدي تعبان وبيموت. قلت لهم مش هروح له ولا حتى همشي في جنازته بصراحة حتى لو مات. في ناس بيقولولي حرام عليكي انت كده ابن عاق، وانا شايف ان العقوق بدأ منه هو، ومقاطعته ليا انا واختي رد فعل. هو انا كده غلطانة؟ لا، انتي مش غلطانة، بس انتي علشان نفسك انتي انك تعيشي مرتاحة لبقية عمرك روحي زوريه، اعمليها لله. ما تخليش لحظة تيجي في حياتك ولو بعد 20 سنة تقول يا ريتني كنت رحت لأبويا. الزيارة دي مش هتكلفك حاجة خالص، بس الحقيقة ممكن يكون وزنها عند ربنا كبير قوي قوي، وممكن تترد في ولادك، ربنا يعوضك في ولادك يقفوا جنبك ويساعدوكي. انك تبقي بنت عاقة، انت مش عاقة، هو اللي طردك، هو اللي رماكي. لكن انك ما تروحيش يعني تشوفيه لو هو طالب كمان يشوفك، اعتقد هي محتاجة شوية رحمة مش اكتر من كده. وربنا يحنن قلب ولادنا علينا يا رب. ومعايا رسالة تانية من واحدة بتقول بابايا ومامتي اتطلقوا، وبعدها بشوية ماما اتجوزت،
وأنا معاها لغاية ما بدأت أكبر. بداية تغيير عليا، لا تغيير على جوزها مني، وحاولت توسط ناس عشان بابا ياخدني، لأنها بتغير لجوزها يبصلي. وطبعا بابا كان رافض ياخدني ورافض يصرف علينا، وده خلاني أتحمل حاجات كتير قوي. طول النهار هي بتبصلي زي ما أكون أنا اللي بعاكس في جوزها، معاملتها وحشة جدا، زي ما أكون ضرتها مش بنتها. هو ده اللي كانت بتعملهولي، كانت بتذلني، ولما تتضايق تشتمني بأبويا. هو أنا كنت السبب في جوازهم ولا طلاقهم؟ هو أنا اللي نقيته لها عريس؟ ما هي اللي اختارته، وكان اختيار غلط. أنا مالي؟ أنا ما أقدرش أبقى أدفع تمن زوج أنت اخترتيه وما كملتيش معاه. في الآخر قالت لي أنا عملت اللي عليا وتحملتك، وامشي بقى وسيبينا. وده خلاني أتبهدل جامد عشان ألاقي مكان أشتغل فيه، وإن أحمي نفسي، وإن أنا أقدر أحافظ على روحي وعلى شرفي في وسط المجتمع ده. وعرفت بعد كده إن جوزها طلقها، وعرفت إنها مريضة جدا، وبتطلب إنها تشوفني عشان أسامحها. أنا حقيقي مش عارفة هل أنا رافضة لأن أنا وحشة، ولا أنا رافضة علشان أنا مش قادرة. أرجع وأقولك إن إحنا كلنا اتعودنا إن الأم اللي عندها بنت غالبا ما بتتجوزش عشان ما يعيش بنتها ما تعيش مع جوزها، لأنه بيبقى راجل غريب عليها. فأنا مستغربة، لأن هو الطبيعي إن كان أبوكي كمان يرفض هذا الوضع. الأغرب منه هي أمك طبعا، اللي هي كانت بتسكت وبتتهمك أنتي، وأكيد على فكرة هي كانت بتعمل ده عشان كانت شايفة إن منه هو كمان نظرات بالسليمة. هي مامتك ما ادتكيش حاجة، وأنتي فعلا اتبهدلتي وتعبتي، بس هرد عليكي نفس الرد اللي قلته قبل كده. يا ستي، الضرب في الميت حرام. روحي لها، روحي لها عشانك انتي، هتحسي قد ايه انتي كويسة، قد ايه قلبك حلو، قد ايه بترضي ربنا. انتي مش رايحة عشانها، روحي عشان نفسك، وصدقيني هترجعي مرتاحة قوي. واقول لك تاني، كما تدين تدان، واللي بتعمله حلو بيقعد لك، بكرة يقعد لك في ولادك الخير كله يا رب. معانا مداخلة تليفونية. مساء الخير دكتورة. مساء النور، أهلا. كنت عايز أقول لحضرتك مشكلتي. اتفضل يا فندم. الحقيقة ماما بتحب أخويا أكتر مني، وبعد ما بابا مات راحت خطبت له البنت اللي بيحبها، وكمان كتبت له كل الميراث بالتوكيل اللي كان معاها من بابا الله يرحمه. على فكرة ده خلاني أكره أخويا اللي كان طول عمره متدلع. كمان لما جيت قلت لها إن عايزة أتجوز، قالت لي ما معيش فلوس، روح اعتمد على نفسك وجهز نفسك بقى. رغم ان بابا على فكرة كان سايب لنا فلوس كتير، بس هي بالتوكيل اللي كان معاها نقلت كل حاجة لنفسها، وبعد كده لاخويا. المهم قررت اسيب البلد واسافر، والحمد لله يعني الحمد لله اشتغلت ونجحت. بس عمري يا دكتورة ما فكرت اتصل بيها ولا باخويا، لغاية ما عرفت انه حصل انها عملت حادثة واتشلت وبقيت ما بتتحركش خالص، وكمان حاولت توصل لي كتير، لكن انا كنت دايما بتهرب منها. الحقيقة بعتت لي رسائل كتير بتطلب مني ارجع اخد حقي وسامحها، بس انا قلت للي وصل لي رسائلها قول لها اني مش عاوز منها اي حاجة ومش مسامحها. اخويا كمان بيحاول يوصل لي، لكن انا خلاص مش عاوز اعرفهم تاني. هل كده انا ابن عاق بعد اللي عملته فيا؟ هو أولا حقك خده، دي أول حاجة، مش عشان الموضوع مادي، لأ، عشان ده حقك. ولما هتاخد حقك كم الغضب اللي جواك هيقل، لأن إحساس الظلم بيولد الكفر زي ما بيقولوا. الأم ربنا
أراد إن هو يحصل لها حادثة، اللهم لا شماتة ويا رب يعني تقوم بألف سلامة. بس أنت فكر برضو، ما يمكن ده بشكل أو بآخر كان درس من ربنا. فطالما ربنا كمان بيعاقبها، ما تبقاش أنت والزمن عليها، روح لها. أنا ما بقولكش انسى، لكن بقولك سامح. فرق كبير قوي بين السماح والنسيان. سامحها خلاص، هي بين ايدين